امور بديهيه برامج الذكاء الصناعي ما بتعرف ترسمها، بالرغم من كل اللي بنشوفه من انتاج لبرامج الذكاء الصناعي وامور خرافيه ما بتخطر على البال، الا انه في بعض الامور ما بيعرف يرسمها وهي بديهيه. الامر الاول الساعه، اطلب من برامج الذكاء الصناعي انك ترسم لك شيء، مثلا بسه، كلب يحمل ساعه، مؤشر عقارب الساعه يؤشر مثلا الساعه 3 وربع، 5 وثلث، 7 وثلث. راح تلاقي ده اغلب الوقت انه الساعه بتكون 10 و10، و99% ما بتكون الساعه صحيحه لو جاب مؤشر ثاني. الحالة الثانية اطلب منه لبرامج الذكاء الصناعي انه يرسم شخص بيكتب بايده اليسار، اعصر يعني. راح تلاقي انه اغلب الوقت، اذا مش دائما، راح يكون بيكتب بايده اليمين. سبب في ذلك بيعود لآلية تدريب برامج الذكاء الصناعي على هذه الامور. اغلب الصور الموجودة على الانترنت اللي تمت تغذيتها لبرامج الذكاء الصناعي هي من شركات الساعات، وهي غالبا صور للتسويق. كان مؤشر الساعة بدل على 10 و10، هذا الشكل الجميل للساعة لما بدك تطرح الساعة، لانه المؤشر هيك 10 و10. الحالة الثانية انه اغلب الناس بتكتب بايدها اليمين، فاغلب الصور الموجودة على الانترنت هي لاشخاص بيكتبوا بايدهم اليمين. فهون في لبس في برامج الذكاء الصناعي. حاولوا صناع برامج الذكاء الصناعي يحسنوا هدول الحالات، لكن لا زال بدهم شغل كتير كتير حتى يصلوا لنتيجة جيدة.